اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين. داخل علينا أيام مفترجة كده، يا رب يا رب يجعلنا من المقبولين عنده يا رب، اللهم آمين. الفيديو ده بقى تكملة للفيديو الأولاني بقى بتاع غسيل السجاد وغسلنا غلة، والفيديو ده الفيديو التكميلي. اهم حاجه لو اول مره بتتفرجي عليا ما تنسيش اشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وطبعا انا مبسوطه بجد بالناس الجديده اللي عندي، والناس اللي طبعا بتعمل لي اشتراكات، والناس برضو اللي بتسيب لي تعليقات. شكرا جدا جدا، وطبعا انا مش هكبر غير بيكم، وربنا يبارك فيكم يا رب ويبارك في اولادكم. طبعا انا ما نمتش في اليوم ده خالص، فده تكمله الفيديو زي ما قلت لكم. كنت بقى غيرت هدومي كده، ومكان بقى غسيل السجاد والغله، ونزلت بقى جبت فطار. طبعا بالنسبه لي اليوم اللي بقى حلو بالنسبه لي ان انا ببقى صاحيه بدري، بقى انزل بقى اجيب فطار وفول وفلافل وجرجير، الحاجات بقى بتاعت الصبح دي الطازه. جيت بقى كده حطيت بقى جبنه قريش عليها كمون وزيت زيتون كده، واشتريت جرجير وغسلته، وهقطع بقى طماطم وخيار. نحضر بقى الفطار الشعبي ده اللي كلنا بجد يعني ما بنكرهوش، كلنا بنحبه. وجبت بقى فول وفلافل. اهو يوم لما بتصحي بدري بيبقى يوم بالنسبه لك مختلف وروتين مختلف، وبتلاقي نفسك بتخلصي شغل بيتك كله بدري. والله العظيم بيبقى فعلا انجاز. يعني انا زي ما قلت لكم، قلت اخلص بقى شغل البيت كله قبل الصيام. يعني مثلا غسيل السجاد ده كان لازم اخلصه قبل الصيام. بصوا عايزه اقول لكم اللفت ده انا مخللاه بقاله 3 4 شهور، اقسم بالله بقاله 3 4 شهور. خللاه بالراس زي ما هو كده، وحاطه معاه واحده بنجر. وقت بقى ما بحب بطلع منه كده بقى واقطع على قد بقى الاكل، يعني على قد كميه الاكل اللي هاكلها. هنا بقى الفلافل كده جايباها. بصوا عايزه اقول لكم يعني دولت ب 8 جنيه فلافل، ازاي والله العظيم انا ما اعرف يعني. الله يكون في عون بجد الناس اللي بتجيب، يعني بتبقى عيله مثلا ومضطرين يجيبوا ب20، يعني كعيله لازم يجيبوا ب20 30، يا اما بقى يجيبوا فول وهم يعملوه في البيت، دي حاجه تانية خالص لوحدها. والله ربنا يعين الجميع يا رب، ويعيننا على الايام اللي احنا فيها دي، ويملأ بيوتنا كلها بالصحه والعافيه والستر، طبعا اهم من اي حاجه، وراحة البال دولت اهم من اي حاجة خالص، ويوسع رزق الجميع. هنا بقى عملت الفول، عصرت عليه ليمون وحطيت زيت زيتون وملح بس. في بيحبوا يحطوا كمون مفيش مشكلة، وكمان حطيت كده شوية طحينة عليه وبدأت اقلبه. زي ما بقول لكم بقى صحيان بدري ده بيخليكي نشيطة جدا، وبتبقي اللي هو عايزة تكسري الدنيا، وبتبقي بجد بجد نشاط ما بعد نشاط، وبتخلصي يومك بدري، يعني بتبدأيه بدري وبتخلصي بدري. بس احنا ساعات بنسهر بقى، وكلنا بقينا بنسهر، فبنصحى متأخر، فبالتالي بتخلصي برضو شغلك متأخر. وخصوصا الاولاد بيحبوا يسهروا، مش بيبقوا عايزين يناموا، خصوصا ان كله في اجازة دلوقتي. فمثلا لو في دروس او ما فيش دروس بيصحوا متأخر، فبالتالي بيناموا متأخر، عايزين يلعبوا عايزين يسهروا. وكمان الصيف، فالدنيا بقى ملخبطة وداخل بقى علينا ان شاء الله ان كان لنا عمر بقى بكرة صيام. ف يا رب يجعلنا من المقبولين يا رب، اللهم امين، ويتقبل صيامنا جميعا يا رب. بس كده حضرت كده الفطار بقى، وهنفطر ونخلص بقى الفطار ونشوف بقى نطلع نشوف هنعمل ايه. طلعت بقى فوق السطح كده، نشرت بقى، خدت السجاده اللي انا كنت غسلاه كله، المشتيات نشرتها على السطح كده. الحاجات الصغيره دي نشرتها بقى على السطح. كانت الشمس، انا فطرت يعني جبت الفطار الاول عبال ما كانت صفت الميه بتاعتها، لانها كانت تقيله فعلا وانا بشيلها، وانا لسه هطلعها في التالت، فسبتها لما نشفت، وبعد كده نشرتها. وبعد كده بقى جبت الحصيره، هفردها كده على السطح. طبعا انا كنت كانسه السطح قبلها بيوم، خصوصا الصاله كنت مخليها نظيفه طبعا علشان لما انشر الغله ما يبقاش بقى في تراب، في حاجه هتطير، في حاجه كده، فيبقى يبقى السطح نضيف. وابدا بقى افرد الغله. كانت لسه بقى الشمس ما جاتش على السطح كله، كانت جات على جزء وفاضل جزء. عايزه اقول لكم والله الغله فعلا قسما بالله بركه في البيت، بركه والله العظيم، بركه بركه بركه. يعني انت ما بيبقاش عندك، لو ما عندكيش اي حاجه خالص هتقومي تعملي رغيفين زي ما قلت لكم قبل كده، يعني صينيتين بيتزا كده عندك، كده كده الطماطم والفلفل. لو اشتريتي مش لازم جبنه موتزاريلا، يعني عشان مثلا نقول الجبنه الموتزاريلا بقت في الصاعد دلوقتي. لو اي شويه جبن كده، جبن شيدر، على يعني لو جبتي لك مشكل جبن ب20 جنيه، يعني ان شاء الله الراجل يديكي طمن جبنه.
وتشكلي بس بيها على الوش كده، والله هتبقى اكله لذيذه. تحمري جنبها بطاطستين، جنبها شويه سلطه، وهتبقى عدت اليوم. لان فعلا الايام دي ربنا يرحمنا برحمته يعني. والله بصوا هي بتبقى ماشيه ببركه ربنا. انت لو قعدتي وحسبت لها هيجيلك بجد اكتئاب، هتلاقي اللي انت اصلا بتصرفيه اكتر من اللي داخلك. طب ازاي يعني؟ انا ممكن يعني انا بسرق يعني عشان بس هي ببركه ربنا، وكله واحد ربنا يعني محلل له رزقه وموسع عليه وبالحاجه اللي هو عايزها. سبحان الله، يعني ربنا دايما يبارك في ارزاقنا ويسترنا جميعا. بس كده هنا نشرت بقى الغله كده، وهسيبها بقى كل شويه بطلع اقلبها. بصوا عامله ازاي، هي اصلا مجرد ما بدات انشف فيها كده كانت خلاص يعني بتنزل معايا كده ان هي نشفت خالص. بصوا يعني مجرد ما فردتها كده على السطح هي كانت بتنشف، لان الشمس كانت قويه. طبعا الروتين ده انتوا كنتوا عارفين ان هو كان يوم الجمعه. في يوم الجمعه ده الجو كان حر. بصوا ما اقولكمش، انا عارفه ان انا اتاخرت في تنزيل الفيديو، بس معلش يعني ايه، اعذروني. كنت لميتها بقى وجيت بقى عملت لهم فطيرتين كده بقى. قالوا لي هتغدينا ايه؟ قلت لهم هغديكوا فطار وهنطلع فوق السطح. طبعا كنت لميت الغله، بس عايزه اقول لكم ان الجو كان نار، وعملنا بقى فطير وعسل واتغدينا احلى غدوه. بس في الحقيقه ما صورتش وانا بعمل الفطير، ان شاء الله بعمل فيديو اصور لكم طريقه الفطير. وجيت بقى هنا عشان انسف الغله. بص انسفها طبعا من اي تراب، اي عفره فيها، بس هي بتكون نظيفه. اي حاجه وقعت عليها كده وانتي منشراها فبنسفها كده بالغربال. بصوا انا ما بغسلش غله كتير، انا بغسل شويه على يعني على قدي، بغسل شويه بشويه. لان طبعا الصيف غير الشتاء، يعني انا كنت بغسل في الشتاء اكتر من دول شويه. لكن في الصيف الجو بيبقى حر، فممكن بقى تعمل دوده تعمل كده، فبخاف بقى من الحاجات ديت. وخصوصا لو عملت كده ببقى برضو كشه، يعني حتى لو عملتها وعملتها بالمنخل قوي ببقى كشه ومبقاش مرتاحه. فبقول لا، حبه بحبه كده لما اخلص اغسل على قد تاني. والله بجد هاتوا غله. اي نعم هي غاليه شويه، يعني تقريبا اسعارها الاردب ب 1600 وفي ب 1700 وفي ب 1000 ونص، يعني تتراوح ما بين 1000 ونص ل 1700. بس بجد هي ارخص من الدقيق، وحاجه متوفره عندك في البيت وموجوده، وبتاخدي منها من غير بقى ما تحسبي بالكيلو والنص والكلام ده كله. فاللي فعلا هيجرب وهيجيب مره مش يعني انا جبت مره ودي تاني مره كده. فاللي بيجرب بجد ما بيستغناش عن الدقيق في البيت. وكمان الرز، لما يجي الرز هاتي رز شعير واشتريه خزنيه عندك. لو كده اعملي جمعيه صغيره للرز يعني انت لو عملتي كل سنه جمعيه ب2000 جنيه، لو 200 جنيه من مصروف البيت، والله العظيم هتوفري. تجيبي نص ونص، مش لازم تجيبي اليامه. يعني لو انت بقى ايه زي كده عيله صغيره 4 افراد، لكن لو مثلا عيله كبيره انت ممكن تجيبي مثلا اردب غله اردب رز. لو عيله بقى شويه كبار وكده يعني بس انا بجيب والله النص، نص غله ونص رز، والله العظيم بيكفوني السنه وبيزيدوا. يعني ممكن السنه اللي بعدها يجي عليا انا عندي دي او عندي لسه غله ما غسلتهاش. فربنا فعلا بيبارك. والحبوب دي ربنا بجد بيبقى مبارك فيها كده، وبتبقي بتعملي بقى وبراحتك. اعملي جمعيه صغيره اركنيها، كل مثلا ابقي متفقه مع اللي هتدخلي معاه جمعيه هتدهاني مثلا في موسم الغله، لان الغله طبعا بتيجي قبل الرز. هتاخديها مثلا لو انت بتشتري من حد معين هتديله الفلوس كلها عشان ما تتصرفش منك. تيجي جايبه الغله بتاعتك، وبعد كده لما الرز بقى يجي، لان الرز بيبقى في شهر 9، لما الرز يجي بقى تجيبي رزك. تبقي كده بصي ريحتي دماغك طول السنه. لا بقى الرز بقى ب35 ولا بقى ب40 ولا الكلام ده كله، ولا كيلو الدقيق ب40 ولا ب20 ولا ب30. هيبقى عندك هتعملي احلى قرص فلاحي واحلى رقاق فلاحي وعيش سوري، هتعملي كل حاجه. استنوا الفيديو اللي جاي ان شاء الله هعمل معاكم عيش سوري، وهنعمل احلى شاورما. بس اهم حاجه ما تنسوش اللايك على الفيديو ده، لان القناه طبعا مش هتكبر غير بيكم. وربنا يبارك فيكم يا رب، ويوسع رزقكم، ويجعلكم من المقبولين في الايام المفترجه، ويتقبل منكم صالح الاعمال. اللهم امين يا رب. ويبارك في اولادنا ويسترنا جميعا، وينصر الامه الاسلاميه ويعزها يا رب. الفيديو يكون عجبكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، واشوفكم على خير.